السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ اسبوع سعيد عليكم، ويا رب يكون كل الواحد كان نفسه في حاجه حصلت يا رب ان شاء الله، وجمعه مباركه. على العموم ان احنا هنتكلم النهارده عن الجوله الاولى في الدوري الانجليزي، اللي هي بتبدا طبعا بماتش ليفربول وبورنموث، هيبقى النهارده الجمعه. بعديها استون فيلا ونيوكاسل، ده من بدايه السبت. برايتون فولهام، ساندرلاند ويست هام، توتنهام بيرلي، وولفرهامبتون ومانشستر سيتي. عندنا في الحد في ماتشين، في 3 ماتشات: نوتنغهام فورست برينفورد، وتشيلسي كريستال بالاس، مانشستر يونايتد ارسنال. دي قمة الجولة اللي هي ايه، عندنا قمة الجولات تبقى يوم الأحد مانشستر يونايتد وارسنال. يوم الاثنين هيبقى عندنا ليدز يونايتد صاعد حديثا مع ايفرتون، اللي بيحاول ايه يبقى في الدوري الموسم كمان. طيب، كل اللي بتمناه من حضراتكم طبعا لايك وشير وسبسكرايب ونشر الفيديو على قد ما تقدروا ان شاء الله، وتدعمونا بشكل كبير. التوقعات النتائج هتبقى كالتالي بالنسبة شوف انا ممكن اغلط وممكن لا، نبقى نتابع الموضوع ده في حلقات تانية، يبقى نشوف كل واحد جاب كام من 10، ويا ريت كل واحد فيكم يحط توقعاته بالنسبة للجولة في الكومنتات. توقعاتي انا بالنسبة لي، اول ماتش اللي هو يوم الجمعة ليفربول وبورنموث هيبقى فوز ليفربول. من يوم السبت بقى عندك استون فيلا نيوكاسل، هيحصل تعادل ما بين الفرقتين. استون فيلا فرقه قويه جدا، ونيوكاسل فرقه قويه طبعا. عندك برايتون فولهام، هيبقى في فوز لبرايتون على فولهام. ساندرلاند وست هام، ساندرلاند بالصعود اللي حصل معاها، بالتشكيله اللي موجوده، بالانتدابات، هيبقى في تعادل ما بينها وما بين وست هام. هنا وست هام فرطت في بعض النجوم طبعا. توتنهام وبيرلي، هيبقى في فوز لتوتنهام. وولفرهامبتون مانشستر سيتي، هيبقى طبعا في فوز مانشستر سيتي بكل تأكيد، مع اللي وولفرهامبتون فضت تقريبا النجوم الفرقة الموجودة. نوتنغهام فورست من يوم الأحد بقى، نوتنغهام فورست برينفورد، هيبقى في فوز لنوتنغهام فورست. تشيلسي كريستال بالاس، هيحصل تعادل. انا ما عندي الثقة في كريستال بالاس، مش عشان خاطر ماتش ليفربول، هم في تحسن من الموسم اللي فات والموسم ده، بادئين بداية كويسة، فانا بتوقع ان هم يتعادلوا. مانشستر يونايتد وارسنال، مع التدعيمات بتاع مانشستر يونايتد وتدعيمات ارسنال، وفكر الاداره الجديد في مانشستر يونايتد، ممكن نتمنى ونامل ذلك المانشستر يونايتد يرجع تاني، فممكن اتوقع ان هو يتعادل مع ارسنال. عندنا ماتش يوم الاثنين، الماتش الوحيد ما بين ليدز يونايتد وايفرتون، وانا بتكلم ان ليدز يونايتد هو اللي هيفوز مع احترام الايفرتون وكل شيء، بس انا متوقع ليدز يونايتد هو اللي يفوز. ودي كانت توقعاتنا الاسبوع ده، واتمنى كل واحد فيكم يا شباب يحط التوقع بتاعه في قلب الكومنتس، وان شاء الله نبقى نشوف بقى الاسبوع الجاي في الفيديو الجاي، نشوف بعد الاسبوع ما يخلص، نشوف كل واحد فينا جاب كام من 10.